من فترة كده يا جماعة طلع إشاعة إن مسلسل ديكستر مورجان هيبقى ليه جزء تاني بممثل مختلف هو اللي هيمثل الفترة اللي في حياة ديكستر بس في الدراسة تقريبا أو بعد الجامعة أو بعد التخرج أو حاجة بالطريقة دي. أنا بصراحة متحمس للمسلسل عشان ديكستر بالنسبة لي هو من أكتر المسلسلات اللي أنا بحبها، بس في نفس الوقت أنا خايف على المسلسل ده من الحلب. يعني من فترة طلع موسم كان موسم شغال، نهايته مش عايز أحرقه لكم يعني اللي ما شافوش. طبعا لو أنت ما شفتش المسلسل ده، مسلسل خرافي حلو قوي، بالنسبة لي في الtop 5 مثلًا من أكتر المسلسلات اللي شُفتها وعجبتني. أرشّح لك جدًا إن أنت تشوفه. الموسم الأخير منه ده كان بعد فترة انقطاع كبير، اللي هو الموسم التاسع يعني. بصراحة كان أقل من بقية المواسم بس ما كانش سيء، تمام. أنا خايف بقى بقية المواسم اللي هتتعمل من المسلسل ده تكون حَلْب وتكون وِحشة. فتعالوا نشوف يعني قبل ما نقرر وقبل ما نحكم، تعالوا نشوف التريلر وبعد كده نحكم على المسلسل ده. أنا ما شُفتش التريلر ولا مرّة ودي هتبقى أول مرّة أشوفه معاكم. قبل ما أكمّل أنا حاسس إن هي نفس الintro بتاعة المسلسل بصفة عامة، وده حابّه، يعني بيخلّيه إيه، بيدّيني الvibe بتاع النوستالجيا كده، فده حابّه أوي بصراحة. تعالوا نكمّل. Hello, Dexter Morgan. أوف! مايكل هو اللي هيعمل الvoice over بتاع المسلسل. طيب يعني أنا بصراحة ما حسيتش إن أنا متضايق، لأ أنا حابب ده. هو ده زي intro للمسلسل، يعني هو ده هيبقى نفس الintro بتاع المسلسل أعتقد. فأنا حابه، أنا حابب اللي أنا شايفه. أنا لو ده كمّل بنفس الطريقة أو كان كويس يعني أو كده، فأنا ما عنديش مشكلة. وموضوع إن مايكل هول هيبقى هو الvoice over ده أنا متحمس له جدًا. بس intro لذيذ. لو الحلقة عجباكم يا ريت ما تنسوش تعملوا like review subscribe للchannel عشان يوصل لكم كل جديد باقدّمه. أشوفكم على خير في حلقات كتير جدًا جاية، وسلام.